God damn bro. زي ما شفتم بغلاف اليوتيوب 7 فوائد أو 7 نصائح لترك البتس. زي ما شفت عزيزي المشاهد بالمقطع الأول قلت أنا ما بنتقد فرقة البي تي اس مع أنهم فرقة زق من وإلى، وغير البنت اللي ردت علي في الخاص وقعدت تسبني وسبت بارتيوب وسبت الدنيا كلها ما خلت وجون كوك والبتس أفخم حاجة منقة. المهم كإنسان محترم ما رديت المرة الأولى، بس لما تسوي مجموعة هي متعصبة هي وشلة جونكوكيين وبتسيين في الموضوع، قلت والله الشات كديب والموضوع يستاهل مقطع والله أنزل عليك يوتيوب. وأنا كناصح لكم وكفارس النبيل المغوار أقدم لكم اليوم 7 تنمرات، أقصد 7 نصائح لترك البتس. نبدأ في النقطة الأولى عزيزي وعزيزتي المشاهد، استثمار الجل والصبغات. وإذا جينا للواقع الفرقة تستهلك كمية صبغات شعر وجل تكفي لطلاء سور الصين العظيم مرتين منقة. فأحب أقول لك عزيزتي بدلا من متابعة شعر الونجيمين القادم أنصحك باستثماره في شركة صبغات، أو يديك تسوي شركة فازلين. أقسم بالله تحصلي الراتب وتجني أرباح عمرك ما تتخيليها. يعني بدل ما تضيع الفلوس على الهايلايت والأخير تشتهي لمبة الحمام الملونة تبع اللايت ستيك، وبالأخير يا عزيزتي يطلع شكلك زي هذا. أوكي ننتقل للنقطة الثانية، تعلم اللغة الكورية الوهمية. أكبر إنجاز للفانز هو قول كلمة أنجونهوسيو أو سارينجهي، مش عارف شو معناهم، وهم يظنوا إنه مختم اللغة اليابانية يا ولد. بدل من تعلم لغة الكوريين ولغة وكلام أوباتك وتعلم لغة ما تنفع في السيرة الذاتية من أصلها، أنصحك تعلمي اللغة العربية أول شيء. وفي النقطة الثالثة نظرية الزواج المستقبلي، القناعة التامة بأن واحد من ال7 سينتظرك في مطعم أنتشون عشان يطلب يدك، وهذه قمة الكوميديا السوداء يا رجل. وإنه أساسا أنت مجرد مشاهدة في يوتيوب اللي يطلع منك فلوس ويشتري علبة مستحضرات الرنج تبعه. وكذا نبدأ ننتقل للمرحلة الرابعة، الحروب العالمية في التعليقات. الدخول في حرب طاحنة مع فانزات إكسو أو بلاك بينك وكأنها معركة تحرير القدس يا أخي. أقسم بالله لو تستغل طاقتك هذه أو لو وجهتها للدراسة كان عندنا أينشتاين جديد الآن، لكنك فضلت قضى 5 ساعات 6 ساعات، والله أغلبهم يقضوا 24 ساعة كذا في مراقبة رقصة جونكوك، أسرع ب20 ثانية من رقصة غيره. برافو والله العالم فخور فيك. وننتقل للنقطة الخامسة، بس تعرف يا عزيزي إيش اللي يضحك في الموضوع؟ لما تكون في شابة في عمر 17 أو 15 سنة قاعدة تدخر مصروفها يوميا تبع الدراسة عشان تشتري نسخة ألبومات أصلية. المهم وربي مسخرة يا شيخ، أقسم بالله قمة المسخرة. ننتقل للنقطة السادسة، الرقصة في الغرفة، الزلزال الصامت. محاولتك يا عزيزتي لتقليد رقصاتهم المعقدة في غرفة ضيقة تنتهي بدائرة كارثية. يا أما تكسري رجلك يا أما تكسري اللي في الغرفة القلافد والأغراض هذول، والأخير يكون شكلك زي السحلية اللي جالسة تزحف. طيب إذا حكينا على البنات، هذول بنات إذا سووا الأشياء هذول مش مشكلة، شو وضعك أنت لما تكون رجل وقاعد تتابع هذه الفرقة يا رجل؟ كذا تحس إنك مخنث أنت. وعشان أختم الحلقة حس إني طولت. النقطة السابعة، الهروب بطريقة الواقع الكيوت. حرفيا فانزات كيبوب والبتس النساء بالذات كل ما واجهتها مشكلة في الحياة تتهربين لمشاهدة فيديوهات مضحكة للفرقة نفسها، لكن الواقع لن يختفي يا صديقتي، والامتحان الذي رسبتي فيها العام الماضي والعام هذا ما يذاكرش نفسه بنفسه. لذلك أنا ذكرت لكم 7 فوائد لترك الكيبوب ولتحسين المعيشة ولاستثمار الوقت منقة، وربي إني يستاهل جايزة نوبل النصايح هذه والله. فلا تنسى تشترك معنا في عصابة النيجز ونسوكم من فرقة الكيزوج هذه، والسلام. We not the same, my nigga, my word was all that I had. I broke up with broke, I've been two in the having and good with the math. I count up and count out the niggas who fronted on me doing bad. Look. شبيه البنت هو رجال وكل الرجولة والمواصفات الرجولية فيه. طيب يعطيني نقطة واحدة، من امتى ايام ما كان الرسول والصحابة كان في المنكيرات والاصباغ والمكياج والدهانات العجيبة هذه؟ على قولة عمنا باري احنا نعرف الفازلين، تتروش بتاعي تدهم فازلين تصير تلمع.